ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. معاكم منى حسن في فيديو جديد ووصفه جديده. قبل اي حاجه صلوا على النبي يا جماعه، بنيت ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها وبيتمناها. النهارده بقى هخلل معاكم سردين بلدي. ده شكل السمكه بتاعت السردين البلدي. تمام. ومعايا كرفس وملح خشن ومعلقه شطه كبيره ونص معلقه كركم ونص معلقه كاري. الملح الخشن من الحاجات اللي هتنجح معاكي السردين. اللي هو انت بتروحي عند العطار بتقولوا له عايزه ملح خشن او ملح بحر. هو الملح كده بيبقى تحس ان هو متكتل، زي حبايات صغيره كده. تمام، مش ملح ناعم زي اللي احنا بنعمل بيه الاكل. هنا بقى كنت بنشف كده السردين. انا غسلته حلو قوي وهبدا كده انشفه على فوطه مطبخ نظيفه. اتاكد بس ان هو ما فيهوش ميه. زي ما قلت لكم، حته الملح الخشن هتخلي معاكي السردين، من سر نجاح السردين الملح الخشن، وهتخلي معاكي السردين ناجح لاخر واحده. تمام. وكمان الشطه وكركم وكاري والكرفس والليمون. الكرفس والليمون دول اختياري، موجودين عندك حطيهم، مش موجودين خلاص. تمام. استكفي بس بالملح والشطه والكركم والكاري وخلاص. ماشي. هنا بقى كنت بنشف اهو السردين، وكمان هجيب مناديل مطبخ، وكمان هبدأ ان انا اتأكد ان هو مش عليه مية من بره. ولو عندك وقت حطيه على صينية وعلى مناديل المطبخ وسيبيه ينشف لوحده، بس انا كنت مستعجلة فما سبتوش ينشف، فبدأت ان انا انشفه حلو قوي. السردين البلدي هو بيبقى بالشكل ده. عيونه كده بتحس ان عيونه تبقى حمراء، او راسه كده فيها حتة حمراء من فوق. ده اعرف ان هو ده السردين البلدي مش المتلج. تمام. هنا هو كنت بتأكد ان هو مفيهوش ميه بالشكل ده. يا ريت يا جماعه لو وصلتوا لحد هنا حطوا لي لايكات كتير واشتركوا في القناه عندي، اضغطوا على زر اشتراك او كلمه سبسكرايب، واكتبوا لي كومنتات حلوه كتير، شجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى من كده. تمام. وباذن الله يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم يعني. هنا بقى كنت نشفت السردين واتاكدت ان هو ما فيهوش ميه. كنت جايبه العلبه دي بس لقيتها ان هي هتبقى كبيره عليا، يعني هي ممكن 2 كيلو او 3 كيلو كمان يعني، فهجيب بقى علبه ايه صغيره. ماشي. كميه الملح قد ايه؟ ال2 كيلو ملح بياخدوا ربع كيلو، ال2 كيلو اقصد سردين بياخدوا ربع كيلو ملح. فانا هنا كنت حاطه نص الربع كيلو اللي هو التمنه يعني. فانت لو عندك 2 كيلو سردين حط عليهم ربع كيلو ملح. الملح ده انت بتروح عند العطار تقريبا، كنت جايبه كيلو ب2 جنيه ونص، مش كتير يعني. كيلو الملح الخشن ده كان ب2 جنيه ونص. ماشي. انتوا شايفين الملح متكتل ازاي؟ زي حبايات كده، مش ملح ناعم يعني. تمام. بصوا يا جماعه، انا هنا اكتشفت ان الموبايل ما كانش بيصور، وبجد متضايقه قوي قوي قوي. بس هقول لكم على الخطوات. يعني ان انا بقى برص كده، برش ملح على الارضيه من تحت، وابدا ارص السردين. يعني كل طبقه برصها برش عليها شويه ملح بشطه كده اللي انا كنت مقلباهم في بعض دول، وشويه كرفس، واحط الطبقه اللي بعدها، يعني زي ما انتم شايفين كده. بحط في الارضيه بتاعه العلبه، وابدا ارص عليها طبقه، وبعدين ارش على الطبقه دي شويه ملح بالشطه وكده، وابدا ارص الطبقه التانية. زي ما انتم شايفين كده، بحط الواحده عكس التانية، برص السمكايه عكس التانية. وفي الاخر هنا كده دي شرايح الصراحه كانت برتقان، يعني انا لقيت ما كانش موجود عندي ليمون، فحطيت كده ايه، حبيت افتكس وحطيت شريحتين برتقان يعني. فقلت لك الخطوه دي ممكن تستغنى عنها، الكرفس والليمون ممكن تستغنى عنهم، ما تحطهمش في الوصفه اصلا. تمام. هنا بقى كده يعني ايه، حوالي عن ربع كوبايه زيت هحطها كده بس على وش السردين، وخلاص هقفل بقى العلبه. انا بجد زعلانه قوي على المقطع اللي انا ما لقيتوش في الموبايل. انا ما اعرفش هو ما كانش بيصور ولا هو اتحذف ولا ايه، بس يلا الحمد لله حصل خير يعني. بس يا رب تكونوا انتوا فاهمين الخطوات، ويا ريت لو في حاجه مش واضحه قولوا لي في الكومنتات عليها يعني. هنا بقى انا كنت قفلت العلبه حلوه قوي. انتي حاولي تعملي السردين في علبه تكون محكمه الغلق، يعني بتتقفل حلو قوي. هجيبها بقى كده كمان وهلفها بالاسترتش رول كده، علشان اتاكد ان هي مفيش حاجه هتنزل منها، اتاكد ان مفيش هوا هيدخل لها، اتاكد يعني ان هي ايه مقفوله تمام و100 فل و10. تمام. بعد ما هلفها كده بالاسترتش رول هحطها بقى في ضرفه كده تبقى ضلمه. انا الصراحه حطيتها في، عارفين فرن البوتاجاز بيبقى تحته حاجه كده معرفش ايه لازمتها،
تقريبا بيقولوا ان انتي لو حطيتي فيها الاكل والفرن شغال بتفضل سخن والحاجات دي. انا حطيتها في البتاعه دي، بس خلي بالك ان انتي ما تشغليش الفرن وهي جوه. يعني عماله افكر في نفسي انا ممكن اشغل الفرن وهو محطوط، فلا انا هفتكر ان هو محطوط كده يعني. تمام. اي ضرفه ضلمه حطيها، اي حاجه يعني ايه ان هو ما يكونش واصل ليها اضاءه، وكمان ما يكونش واصل ليها هواء. ماشي. هرجع لكم تاني لخطوه الراس السمك في العلبه. بتحطي تحت الحته اللي هي ما اتصورتش معايا دي، بس يلا الحمد لله حصل خير يعني. الملح والشطه والكركم والكاري هتقلبوهم في بعض، وهترشي في العلبه من تحت، وهتبدأ ترص السمك واحده. يعني الراس هنا يبقى التانية راسها عند ديلها، يعني راس وديل وراس وديل. تمام. هتروح جايه خلصنا كده اول طبقه، هروح جايه كمان رش عليهم بالملح والشطه على السمك من فوق، وهرش شويه كرفس، واروح جايه راجعه رصه طبقه السمك التانية، وهرش عليها برضو شويه الملح، وبعد كده وهحط بقى كمان شويه الكرفس. ولو كان عندك شرايح الليمون حطي برضو بين كل طبقه وطبقه شريحتين ليمون. ما عندكيش ما تحطيش زي كده، انا ما حطيتش، حطيت بس على الوش شريحتين البرتقال. انا كنت عايزه اعمل لكم الفيديو ده استنى لحد ما السردين يستوي، هو بيفضل حوالي عن 10 ايام. بس الصراحه ما قدرتش، يعني قلت ايه هخليكم كده تشاركوه معايا علشان تعملوه معايا، ولما اجي افتح عليه يعني تبقى انتوا كمان بتفتحوا على السردين اللي انتوا خليتوه على طريقتي. تمام. وباذن الله الطريقه تعجبكم، هتوحشوني او لحد الفيديو الجاي. استنوا بقى النتيجه كمان 10 ايام لما افتح عليه، ويلا كمان انتوا اعملوه علشان نفتح عليه مع بعض. يلا مع السلامه.